السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد وقصة جديدة بعنوان سباق الأمل. في هذه الحياة كاين حوايج صغار في العين ولكن كبار في القلب. هذه حكاية ولد واختو، حكاية ديال الحب والتضحية وسباق مع الوقت باش يحافظ على بسمة في وجهها. غادي نعيشوا معاهم لحظة بلحظة وغادي نشوفوا كيفاش حاجة بسيطة تقدر تغير كل شيء. قبل ما نبداو القصة ديالنا المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد، وخليو واحد لايك للفيديو. كان واحد الولد سميتو آدم ساكن مع عائلته في الحي الشعبي، عايشين في الفقر بصعوبة ولكن القلوب عامرين بالمحبة والصبر. واحد نهار من الأيام مشى آدم عند الخراز يصلح صباط اختو الصغيرة ليلى، وهو راجع الدار تزاحم في الطريق وطيح الصباط بلا ما يحس، وفاش رجع يدور عليه كان فات الفوت، الصباط ضاع. آدم تصدى ما عرف ما يدير ولا كيفاش يشرح للأم ديالو ولا ليلى اللي كانت فرحانة انها غادي ترجع للمدرسة بصباطها الوحيد. شاف آدم دموع اختو وتقلب في دماغه ألف فكرة حتى قرر يعطيها الصباط ديالو وهما يبداو يتبادلوه كل نهار، هو يقرأ في الصباح وهي في العشية. كان يخرج من المدرسة وكيجي تيجري كل نهار من المدرسة للدار باش تعطيه ليلى الصباط ويرجع يقرأ، وداك الشي تعبهم بجوج، ولكن ما كيقدروش يفضحوا السر عند والديهم حيت عارفين ما عندهمش باش يشريو صباط جديد. واحد النهار سمع آدم على سباق للجري والجائزة الثالثة فيها كانت صباط رياضي. فرح وقال هذه فرصتي، غادي نربح الصباط ونعطيه الليلة. درب وجاهد ويوم السباق دار اللي عليه، لكن المفاجأة ربح المرتبة الأولى. الناس صفقوا عليه وهو بكى، ماشي من الفرح ولكن من الحزن، حيث كانت الجائزة اللي بغاه هو هي ديال المرتبة الثالثة غير صباط لختو. بقى ساكت، نزل من المنصة والدموع في عينيه. وهو نازل من المنصة جا عنده واحد الراجل كبير في العمر باين عليه مسؤول في التنظيم، وقال ليه ولدي علاش كتبكي؟ راه ربحتي. جاوبو آدم وهو كيمسح دموعه كنت باغي غير المرتبة الثالثة، بغيت غير صباط لختي ماشي الميدالية الذهبية. الراجل تصدى وما صدقش، وهذا الجواب لمس قلبه وهو بقى ساكت، ومن بعد قال اجي معايا. مشاو بجوج لواحد المكتب والراجل سمع القصة كاملة، كيفاش ضاع الصباط وكيفاش آدم دار المستحيل باش ما يحرش اختو، وكيفاش كان كيجري من المدرسة للدار باش يتبادلوا نفس الصباط. الراجل ما قدرش يحبس دموعه ومشى مباشرة عند لجنة المسابقة ودار شي حاجة ما عمرها وقعت من قبل، وأعلن على أن آدم هو الفائز بالمراتب ب3: الميدالية الذهبية وجائزة المرتبة الثانية وصباط المرتبة الثالثة. الجمهور صفق والناس بكاو، وآدم جاب الصباط لليلى وهو كيغوت من الفرحة. ها هو الصباط ليلى، غادي تمشي للمدرسة وغادي وما غاديش تبقى حفيانة. ليلى عنقاتو والأم كتفرج من بعيد وعرفت كل شيء. من ذاك النهار ولا آدم مثال ديال الصبر والعزيمة، والناس في الحومة بداو يعاونوا العائلة باش يعيشوا بكرامة. العبرة من هذه القصة هو الخير كيرجع
وحتى إلا دازت عليه ظروف صعيبة، النية والإصرار كيديروا المستحيل. ماشي دايما النية كتخسرك، مرات تقدر توصلك لحاجة ما كنتيش حتى كتحلم بيها. فديروا الخير وخليوا الباقي على الله. أخيرا اللي بغيت نقول لكم، يمكن الحذاء ما كانش أغلى حاجة، ولكن الرحلة اللي دار أو اللي دازت في هاد الولد باش يفرح اختو كانت أغلى من أي كنز. أحيانا الحب اللي بيناتنا هو اللي كيخلي حتى أصغر هدية تتحول لأكبر فرحة. وخا الحياة صعيبة مازال كاين الأمل. ديروا يقينكم وأملكم في الله. من هنا غادي نكون وصلنا نهاية القصة أو وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش إلا كنتوا أول مرة تشوفوا لاشين اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم أي جديد. دعمونا بلي لايك، ومع السلامة إلى فيديو وقصة جديدة بإذن الله. باي باي.